الإشكال اليوم أن كما كاين يعني المعارض ولا الإنسان الناقم ولا الإنسان الناقد لما يسمى النظام الجزائري ولا الأحوال المعيشية في الجزائر، أصبح اليوم يعاني التخوين ويعاني العمالة. إذا ما كنتش عامل للمخزن تولي أيدي خارجية، وإذا ما كنتش عامل عندك مرتك مغربية، وإذا ما عندكش مرتك مغربية عندك جيرانك مغاربة وراهم مسكنينك وراح يحاوزوك. يعني هذه من اصعب المضايقات اللي تعرضت لها انا. هذه حاجه الاولى. سي فري كو في لاجيري ما كناش نهضروا على المغرب ولا نتناقشوا في امور المغرب. بار اكزومبل انا جامي عرفت ما معنى المغرب او قضيه الصحراء المغربيه هذه. كي دخلت لتيك توك لقيت هنالك حرب طاحنه بين الشعبين، وهنالك بروباغندا من كلا الطرفين. البروباغندا الجزائريه فاشله شويه يعني في بعض العفايس، والمثال الواضح بأن بروباغندا خسرت أنك اليوم وليت تستعين بالتلفزيون الوطني باش تجوز أفكار، هذيك الأفكار اللي هي مغلوطة تماما. التلفزيون الجزائري اليوم ولا يمد واحد العفايس ولي زانفورماسيون اللي ما عندهم حتى علاقة بالواقع وتنافي الواقع. تا كي تجي تشوف ما بار اكزومبل ملعب الرباط، حنا ما متعارف عليه هو أن الناس قاع تروح قدام الملاعب هذيك ودير روبورتاجات وتحكي مع المشجعين وكذا. حنا للاسف رحنا شفنا الجورناليست الجيريان راح في كاش دخله هكا في خرجه ولا في جبل ولا في انضحك. مدينه الرباط، وراح دار حوار كابابل يكون داروا في الجزائر هذاك الحوار وداه معاه. فهمتي كيفاش؟ يعني تقدر يتسنى كلش. المشكل وين راهو ان البروباغندا اليوم اصبحت فاشله جدا واصبحت معالمها واضحه. يعني الهدف منها هو ضرب حاجه واسمها المغرب. دوك انت الى اليوم نهضروا كاين ناس مغاربه وكاين ناس جزائريين هم تكاتيكا كانوا متضاربين. هادوك تكاتيكا يكذبوا على الشعب المغربي، والتكاتيكا تاع الجزائر يكذبوا على الجزائريين. هادوك نورمال كانوا متضاربين. ولكن كي طلع النيفو ولا تلفزيون الوطني يهضر على ناس اللي هي في تيك توك، ما فيهاش. فهمتي كيفاش؟ انا يا واحد تعرضت للتخوين ومن بعد تزوجت مغربيه ومن بعد تيك جيراني مغاربه ومن بعد طليقتي كانت مغربيه وراها شايدتني من يدي وتقول لي لو كان ما تقولش صحراء مغربيه ما تشوفش وليدك. يعني فهمتي كيفاش؟ يعني واحد العفايس مصاريين لا حول ولا قوه الا بالله تاعي ماشي تاعك. وشنو تاني تفكريني لو سوجي برانسيبال سيتي كوا شكون السوجي هو كيفهمني؟ واش لازم يتبدل في الجزائر في رأيك؟ يعني وشنو هو وشنو الحاجة الأولى اللي لازم تتبدل بالنسبة لي؟ الحاجة الأولى اللي لازم تتبدل أن لازم يكون عندنا وعي كبير اليوم ونفهموا بأن العالم راهو يافونسي، وبأننا مالوروزمون رانا دايرين عالم آخر، عالم وحدنا عايشين فيه. شغل حنا زعما العالم كاع هكذا هاوليك وحنا دايرين هكذا شايدين كوينة وقاعدين نشوفوا في العالم شغل موسوسين. فهمتيك شغل ماناش حايبين ندخلوا في العالم. شغل رانا للأسف دايرين عالم وحدنا ومريحين قاعد نشوفوا فيهم هادو العالم. فهمتي؟ فبالتالي لازم حنا نركبوا نواكبوا التطور، نواكبوا العولمه العلم، نواكبوا العالم كيفاش راهو يمشي. فهمتي؟ نسيروا مع العالم. انت دوكا مقبيله كي كنتي تهضري على المروك، مقبل كنا نحكوا عليها في اللايف تاعي. كي تقول لك بلي المغرب كانت دايره هدف هو نصف مليون سياره كل عام، ومن بعد من نصف مليون سياره كل عام طلعت ل 750 الف سياره كل عام، ومن بعد الهدف منها انهم يولوا يديروا مليون سياره كل عام. اكبر دوله عربيه وافريقيه مصنعه للسيارات. كي نقول لك هذه الحقيقه ماريا، هذه حقيقه وليست تطبالا وليست شيته وليست كاش يقولوا هذيك الكلمه شويه ما نقولهاش قيمة. للمخزن ولا للمغرب. آه. للمخزن ولا للمغرب. هذه حقيقه سي ان في سا اكزيست تروحي تلقايها. هذه دوكاتيك انا عندما اتساءل كانسان ناقد للوضع المعيشي ولا للنظام في الجزائر، اسالك واطرح عليك سؤال مباشر. الاخت ماريا، لماذا الجزائر اكبر دوله افريقيه واكبر اكبر دوله افريقيه عندنا المؤهل ماريا درنا هذيك العفسه هكذا نشوف فيك شغل بيرات. هكذا. فهمتي؟ يعني والله دولة أكبر دولة في إفريقيا عندنا ثروات اللي تسمح لنا باش نتصدروا إفريقيا ولا العالم. عندنا موارد بشرية للتنويه. الموارد البشرية هذا والشباب الجزائري راهو يموت في البحر وماناش نستغلوه باش نكونوا حنايا أكبر دولة تاني. علاه المغرب اللي يهضروا عليها التكاتكة وتلفزيون جزائري وصوالح كيما هادوما
بانها زريبه وبانها ما عندهاش وبانهم يعانون الفقر. والناس تاع الحوز هذوما قريب، انا رحت سكنت في الحوز تاع الموسمات، الحوز 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 الحوز، كرهت الناس الحوز. فهمتي كيفاش؟ علاش هذوما الناس اليوم راهم هكذا؟ علاش حنا ما نقدروش ننتجوا مليون سياره في العام ولا سيدي 250 الف سياره في العام؟ علاش حنا السيارات لي بنو ما راهمش راني جاي راني جاي ديتي لي لافان ديالي. حنايا اكبر دوله في افريقيا. كان ماذا بي انا اليوم نهضر معاك نقول لك باننا حنا دوله منتجه مصنعه، ماشي نقول لك حنا دوله بنوات ما عندناش. فهمتي كيفاش؟ ماطئين انا كنت حاب نشوف، انا حبيت نشوف ماطئين الجيريا. عباك بلي كاين بعض القطع في فيات ينتجوها ماطئين موروكو، تروح تو ايطاليا and then it تزاير. فهمتي كيفاش؟ دير الدورة تاعها وتعاود تدخل الى الاسواق الجزائريه هكا كون تلقاهاش. انتي دوكا انا كي استند انايا استعمل المغرب. وشنو استعمال؟ استعمال بريء، استعمال ذكي. علاه؟ ماشي زعما الشتاء ولا استعمال باش نبين للناس هذوما بان هاي المغرب ما كاش كاع وهاي وراهي اليوم. فهمتي كيف؟ علاه حنا قوه ضاربه وما قدرناش نديرو هكذا؟ علاش نتيا ما قدرتيش تجيبي رائد؟ ماشي انا اللي قلت، هما اللي قالوا. ايوا بصح زعما قوه واش تضرب؟ رسوم متحركه، قوه الضاربه. شويه قسما بالله القوه الضاربه، قبضه الاسد. فهمتي؟ ما ديرينيش في يوتيوب راني شتكمو. التنين الوردي حاجه كيما هكا هكذا. لا العفسه والراهي قلت كادو ما قاعدتك واش راهم يديروا اليوم ما همش قادرين يديروا هاد الحاجه. انا كي نستعمل المغرب بهاد الطريقه باش نضرب بها نظام ولا باش نضرب بها باش نبروفي بها الفكره ديالي، هي حاجه مليحه. هذا يعتبر ذكاء جزائري وذكاء من المدرسه الجزائريه. هاد الشاب اللي راه قدامك يستعمل المغرب باش يبروفي بها البوان ديالو. فهمتي كيفاش؟ علاش وكيفاش ولماذا؟ بلاد 2,381,741 كيلومتر مربع، بنوات ما تقدرش تنتجهم. يا ماريا لماذا؟ فهمتي كيفاش؟ انت كي نهضر لك انا كاين واحد الوزين اللي اخترجته في بدايه مطلع العام اللي فات. تبون راح دشن واحد الوزين تاع شرائح الكترونيه. دشن شرائح يا صبري تيوريكمون كاين لا تيوري وكاين لا براتيك. توجور كي يهضروا كاين تدشين تيوري وكاين تدشين براتيك. انت في الجزائر في 87 ولا في 89 كيما على بالك الاخت ماريا الفضيله المحترمه كان عندك وزين اوني. وزين اوني هذا كان يخدم شرائح الكترونيه بايادي جزائريه. نورمالمون انت من الثمانينات الى يومنا هذا تكون عندك دوله رائده في صناعه شرائح الالكترونيه يا لو كان افريقيا ولا عربي. للاسف فهمتي الجزائر رائد بالك شرائح اللحم ولا نو شرائح الكترونيه هذه حقيقه كانوا ينتجوها في 87. علاش قلت لك حنا الباسي تاعنا خير من الحاضر وخير من الفيتور. حنا عليها نقعدوا نهضروا غير بكري كنا فهمتي الباسي خير من الفيتور. دوك هاد العفسه والراي كي تجي تشوفي انتيا شرائح الكترونيه نورمالمون تكون هربت فيها. انتيا حنا اليوم تبون راه دشن لوزين هذاك شريحه الالكترونيه فيها كود بار هذاك كي تشوفيه تلقايها مخدومه في فلاشين هذيك اللي داروها بيبليسيتي. ومن بعد واش تشوفي غير تيوري غير البراتيك. ما كاش البراتيك كاين غير في البيسي. كيفاش نتيا فوالا نحكم انا هاد السوجي وندير به حاجه ونجيب المغرب ونستعملها. استعمل المغرب علاه؟ لان المغرب الدوله اللي هوك العدو الكلاسيكي تنتج 4 ملايين شريحه الكترونيه كل يوم. عاود الرقم 4 ملايين شريحه الكترونيه كل يوم. عندهم واحد المصنع صح. دوك هاد الحاجه لا تنفي بان المغرب عنده مشاكل. تبون على باله زعما ولا ما على بالاش؟ ما على بالي انا ما نهضرش معاها انا ما نحبوش. معلومات عامه هذه يقدر اي واحد يتاكد منها. في يوتيوب تلقاوها اكتبوا شرائح الكترونيه المغرب قريب قلت اكتبوا سمعتي 4 ملايين كذا اكتب بها تشوفي دوك تخرج لك في يوتيوب روبورتاج. كمل.
هادوما هدايا تعني استعمال ذكي للمغرب اللي ضرب حاجه واسمها نظام، واللي ضرب حاجه واسمها بوصبع، واللي ضرب حاجه واسمها الناس اللي تضل تشيت ودايره في بالها بان الجزائر اليوم راهي الند بالند مع فرنسا باغ اكزومبل. يا لاقي نجيبوكم معاه، يا لاقي تحيا الدوله، تحيا السيش. فهمتي كيفاش؟ هادوك الناس، كاين ناس للاسف هم دايرين في بالهم بانك انت اليوم راك توقف الند بالند مع فرنسا. فهمتي؟ هاد الحاجه كي تقول لهم هاد الامثله البسيطه راني تقعدي لقيتها تخمي راني ما لقيت راني لقيتها لقيتيها. لقيتها. ماشي ماهوش غير هاك، بلغت قيمة الصادرات الأجهزة الإلكترونية وحوالي 700 إلى 800 مليون دولار. ما كذبتش تما. يعني يحتل المغرب مرتبة متقدمة ضمن العشرين الأوائل عالميا في بعض تصنيفات تصدير أجزاء الأشباه الموصلات المحددة بشرائح تما الإلكترونية. ما كذبتش. ديريها في يوتيوب، تخرج لك دوك، تخرج لك في يوتيوب لوزين كيفاش يخدم. هاد الحاجه يا ليكيب يا اللي راكم واو. تشوفوا بينا لا تنفي بان المغرب عنده مشاكل، لا تنفي بان المغرب عنده عفايس نيجاتيف ولا الفقر ولا عفايس في بلاده ماشي مليح، ان المغرب ماشي سويسرا. ولكن انا رائد استعمل الكوتي بوزيتيف ونجيبو ونحكمو. ماذا بيا ماشي تطبال للمغرب، ماذا بيا هذاك كوتي بوزيتيف يكون عندي في البلاد. فهمت؟ اما هذوك العفايس اللي ماشي مليح في المغرب، فالمغربي هو اولى واجدر انه يهضر على مشاكل تاع بلادو اللي تهمو. او جا هذا ما نهضرش معاه انا. فهمتي كيف؟ شوقي، صحيت شوقي. ما هضرش معاه. فهمتي كيف؟ ان هذايا هو العفايس اللي ماشي ملاح، هو اولى المغربي انه يهضر عليها في بلاده، هاو يبعث لي لاكريم. فهمتي كيفاش؟ هذه هي الحكايه. انت اليوم للاسف ما راناش قادرين نخرجوا بحاجه واسمها متلازمه مروا. فهمتي كيفاش؟ حنا ماذا بينا ان شاء الله بلوطار نولوا نقدروا نهضروا على بلادنا بلا ما يخونونا، وكي نمدوا امثله. فهمتي باللي المغرب هاي كيفاش هاي كيفاش هاي كيفاش، تدوها بالمنطق ان هذا الانسان راهو يستعمل المغرب الدوله اللي هوك الدوله الشقيقه باش يبروفي لك ان بوان دو فيو. نزيد لك النقطه الاخيره ونختم. تبعيني بها ماريا، كونسونطري مليح في هاد العفسه. أنا معاك. صح. 17 مليون سائح، وكاين 20 اللي قال لك مليون هذا العام اللي فات، هذا كنت نشوف في الإحصائيات. صح. عاودي تشوفي، عاوديها كونسونطري معايا مليح مار. 20 مليون سائح، 20 مليون سائح هما جايين قد هاك شغل هكذا، جايين كوتي من طنجة لقوير. فهمتي كيفاش؟ عندهم من طنجة لقوير. انت عندك 2,381,741 كيلومتر مربع. عندك هكذا 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 الفوق الشمال، تحت كاين الصحراء، الفوق كاين لاكريم لاكريم، الفوق شوقي، الفوق كاين هذا كل شيء من شوقي. الفوق شوقي يا الفوق كاين الشمال، الجبال، كاين عندك الثلوج، عندك دار المناطق تاع جبال القبائل. كذا. لتحت الصحراء كاين عفايس منا، كاين مناظر خلابه ملهيه، كاين الشتاء الخريف كذا في عام واحد. افلام تاع هوليوود، مانين بلاك، غلادياتور، طرواسون واقيل ياك، هادو كاع داروها جون ويك داروها في المغرب. اكبر افلام هوليوود داروها لتم. انت في بلاد علاه انت ما قدرناش حنا نستغلوا المناظر هذيك السياحيه وبلادنا ونسوقوا البلاد تاعنا بهذا المنطق؟ علاه ما قدرناش ندير؟ ما الذي يمنع الجزائر انها تاني هي تستقطب 10 ملايين سائح ولا 30 مليون سائح؟ اذا المغرب قد هاك وتستقبل 20 مليون سائح، حنا نورمالمون بالمساحه تاع بلادنا نستقبلوا كاش 100 مليون سائح في العام. فهمتي كيفاش؟ نورمالمون هكذا. علاش هما يسوقوا لبلادهم في الافلام تاع هوليوود؟ يجيبوا انا نقول لك شوفي جون ويك، طرواسون، غلادياتور، مانين بلاك، زيدوا كتبوا خاوتي اللي راكم هنا المغاربه اللي هنايا يكتبوا واش مليفين. عندك جيسون بورن، كي يمدوا بلادهم يمدوا امثله شابه. حنا وانا نطرح لك ليك انت وجاوبيني، ما الذي يمنع الجزائر انها تكون وجهه سياحيه؟ علاش الناس اللي هم شايدين البلاد ما همش قادرين يديروا كيما داروا هذوما اللي هوك؟ فهمتي؟ ويسقموا لنا البلاد باش تولي تستقطب السياح. تفضلي الاخت ماري.